هتحسي بتغيير في اللايف ستايل بتاعك، هتحسي بتغيير في صحتك، هتحسي بتغيير في الانبادي بتاعك، هتحسي تغيير في حجم بطنك وهكذا. يا دكتور عايزه حاجه تعلي الحرق وتنزل دهون البطن. عايزه حاجه تعلي الحرق وتنزل دهون البطن، جمله واحده بس، لا ادويه ولا علاج ولا وصفه ولا مشروب ولا اي حاجه، هي حاجه واحده بس بتفرق من شخص لشخص ومن اراده لاراده، هي الاستمراريه. صدقوني دهون البطن بتنزل بس عايزه استمراريه. يعني ايه؟ يعني مش فكره انا كشفت فانا هخس النهارده، او فكره ان انا نويت فبالنيه هخس، ولا فكره ان انا عشان دفعت اشتراك الجيم فبالنيه بطني هتنزل، ولا علشان شربت كوبايه كمون بليمون فانا خلاص بطني بتخس. لا، هي الفكره كلها في الاستمراريه، استمراريه التغيير. يعني احنا لما بنبتدي نظام دايت او انا عايزه اعلي حرقي، ما هي مش كلمه، هي منظومه بتتم. اول واهم نقطه فيها موتيفيت اللايف ستايل، تغيير العادات بتاعتك. يعني من اهم اسباب دهون البطن السهر، اهمها اسباب لان هي بترفع معايا هرمون الكورتيزون، فبيحصل لخبطه في الهرمونز، فتبدا البطن تكبر من تبعيه مقاومه الانسولين والتكيسات والكومبو اللي انتوا عارفينه. ضعف الحرق اللي شرب الميه، انا لو غيرت عاداتي وشربت ميه ما انا حرق هيعلى. من الحاجات اللي بتعلي الحرق ان انا اصحى بدري واخد فطار كامل فيه بروتين وخضار. لو انا بصحى اخد بسكوتيه وكوبايه شاي بلبن ولا كوبايه لبن ولا كوبايه شاي، ما ده بيبوظ الحرق وبيعمل دهون بطن. فهي الفكره كلها ان انت بتعملي عادات صح، بتتبدلي من واحده كانت بتعمل اكس بتعمل ترو، يعني كانت بتعمل غلط بتعمل صح. يوم ورا التاني ورا التاني انت هتحسي بتغيير في اللايف ستايل بتاعك، هتحسي بتغيير في صحتك، هتحسي بتغيير في الانبادي بتاعك، هتحسي تغيير في حجم بطنك وهكذا. فاول نقطه في رفع الحرق ودهون البطن الاستمراريه، الاستمراريه على التغيير، مش فتره مؤقته عشان عندي فرح، عشان عندي عيد، انا زهقت من جسمي عشان سمعت نقد سلبي فاروح ايه بقى فتره كده وبعد كده كل حاجه ترجع. لا، استمراريه على تغيير الوضع، دي حاجه. تاني حاجه الوضع نفسه اللي انا هتحط فيه الجديد ده لازم يكون فيه الاستبس الاساسيه لرفع الحرق من ميه وحركه زي ما انا بعمل كده، ونوم مظبوط، الصحيان بدري والنوم بدري. طبعا انا لازم اتجنب الحاجات اللي بتضعف الحرق من غده درقيه، من مقاومه انسولين، من نقص فيتامين دي، من نقص الحديد، من اي مشاكل كوليسترول او دهون ثلاثيه. فلازم اتاكد ان انا ما عنديش اي مشاكل تضعف الحرق، جنب ان انا بعمل الحاجات الاساسيه اللي بترفع لي الحرق في عاداتي زي ما قلنا الميه والحركه والنوم بدري. بعد كده بقى نبدا نتكلم في اكلنا اللي داخل. انا مش هعمل تعديل لكل سلوكياتي دي وباكل الاخضر واليابس، لا، ابدا احسب بقى سعراتي، انا وزني كذا وطولي كذا فمحتاجه كام سعر في اليوم واخدهم بشكل صحي، ازاي اوقف، ازاي اكل متاخر، ازاي اوقف الممنوعات، ازاي اتعامل مع الشيت ميل او الجوع العاطفي سواء وجبه فيه او جوع عاطفي، وما يتبعه من تفاصيل نظامك الغذائي اللي بيكون خاص بيكي انتي، مش حاجه جنرال كل الناس ماشيه بيها. اما دهون البطن بشكل خاص، اول حاجه تضمن لك نزول من محيط بطنك زي ما اتكلمنا هي الاستمراريه والنظام الغذائي. يجي بعد كده بقى ايه؟ جلسات، يجي بعد كده مش عارفه مشروب ايه، يجي بعد كده علاج ايه، على حسب ايه في اسلم محتاجه بعد كل التعديل اللي احنا عدلناه ولا لا. بس كل ده يجي زي ما قلنا مع الاستمراريه وتغيير اللايف ستايل. وبلاش تمشي ورا الدكاتره او ورا الناس اللي يقول لك انا العلاج ده خسس لي بطني او القد مش عارفه ايه اللي جبته من الصيدليه. لا يا حبيبتي، كل الحاجات دي كلها احنا علشان اقول لك خدي علاج فلاني انا محتاجه اقعد احكي معاكي ساعه، اخد الهيستوري بتاعك كله من مشاكل صحيه، من لخبطه هرمونات، من سعراتك بتشتغلي ولا لا، عامله عمليات قبل كده في اي حاجه مزمنه عندنا، كل الكلام ده عشان اقدر اكتب لك علاج وانا مطمنه العلاج ده مش هيضرك. فما تجريش ورا اي دكتور يقول لك ارخص علاج واللي يقول لك الكومبو اللي هيخسسك والكلام ده كله. انا بشوف فيديوز كتيره صعبه جدا، ما تجريش وراها.